العلاقات بتستمر بالتغافل مش بالتصيد. واللي عايز يحب حد هيلاقي مليون سبب عشان يحبه، واللي عايز يكره حد سبب واحد كفاية قوي عليه وهيلاقيه، عشان ما فيناش حد ما عندوش أخطاء. سلام عليكم. واحد صاحبي كان عنده مشاكل كتير مع مراته وكانوا قريبين قوي من الطلاق، خصوصا إن أهله كانوا بيضغطوا عليه جامد عشان يطلقها. ربنا يقدرهم على فعل الخير بقى. المهم ربنا سهل الحمد لله والمشاكل دي اتحلت واتصالحوا. في مرة بسأله انت رجعتها بقى عشان بتحبها؟ قال لي والله مش عارف بحبها ولا لا، بس هي ست طيبة قوي. تخيل يا سامح، دي بتحط بقدونس كتير في السلطة مع انها ما بتحبوش بس عارفة اني بحبه. للحظة كده كنت هتعامل مع اللي قاله ده على انه افيه، وبعدين اكتشفت ان الراجل الطيب ده وصل لمستوى عالي جدا من النضج. قدر يلاقي في تفصيلة بسيطة قوي يمكن معظم الناس ما ياخدوش بالهم منها أصلاً سبب لاستمرار عشرته مع مراته. قدر يلاقي لها ميزة من الآخر، والمركب مشيت بالبقدونس. عمرك شفت مركب بتمشي بالبقدونس؟ عايز أقول لك لو لسه بتدور على سوبر وومن ادخل نام أحسن وريح نفسك من التدوير، وانت أصلاً مش سوبرمان. كل واحد فينا عايز يتجوز واحدة حلوة وحنينة وفاشونيستا بس محتشمة واجتماعية وملهاش غيرك، ورومانسية بس ملهاش في الهدايا، وما بتشتغلش وبتساعدك في مصاريف البيت، وصاحبة موقف وليها شخصية بس تسمع الكلام من سكات. المفاجأة بقى إن الكوليكشن ده عشان تجمعه كله انت محتاج تتجوز مش أقل من 12 ست، ودي حاجة لا الشرع ولا القانون ولا العقل ولا مرتبك هيسمحوا بيها. مراتك الرومانسية ممكن تبقى قماصة، والعاقلة ممكن تبقى عصبية، والحنينة ممكن تبقى نكدية، والفرفوشة ممكن تبقى زنانة، والذكية ممكن تبقى ما بتحبش المطبخ. خد منها اللي انت حبه فيها واحمد ربنا عليه، والباقي اتعامل معاه برحمة. وخد بالك إن في مزايا كتير قوي ممكن تكون في شريكة حياتك وإنت عمرك ما شفتها. عارف ليه عمرك ما شفتها؟ عشان إنت قافل عينك بالعيوب ومنكد على نفسك وعليها. لو ما بتخرجش أسرار البيت بره دي ميزة، لو بتعرف تختار لك لبس حلو دي ميزة، لو بتعمل لك كوباية شاي وإنت قاعد تتفرج على الماتش من غير ما تطلب منها دي ميزة، لو مسجلة نمرتك على تليفونها حبيبي أو لا قدر الله حتى صورتك باك جراوند دي ميزة، لو بتقعد تتفرج معاك على فيلم هي ما بتحبوش بس انت بتحبه دي ميزة، لو بتفرح بالهدايا اللي انت بتجيبها لها وتعتز بأي حاجة من ريحتك ميزة، لو بتوفر من مصروف البيت وتلاقيها كل فترة بتشتري لك شوية شرابات جديدة أو غيارات أو حاجة من الحاجات اللي انت بتكسل تنزل تشتريها ميزة، لو مراتك من النوع اللي بينسحب في أول الخناقة عشان ما تكبرش الموضوع ميزة، لو كلمت أهلها وانتوا متخاصمين وما قالتش لحد إنك مزعلها وخلت اللي بينك وبينها وبس ميزة. يا أخي لو مراتك بتصون عرضك ده كفاية عشان تشيلها فوق دماغك. الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، خليك متأكد من ده على طول. والعلاقات بتستمر بالتغافل مش بالتصيد، واللي عايز يحب حد هيلاقي مليون سبب عشان يحبه، واللي عايز يكره حد سبب واحد كفاية قوي عليه وهيلاقيه، عشان ما فيناش حد ما عندوش أخطاء. وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى الحديث إنك ما ينفعش تكره مراتك كده كلها على بعضها، ما ينفعش قصاد غلطة أو مشكلة تردم على كل حاجة حلوة، بل إنك أصلاً مطالب تدور على الحلو اللي فيها وتشوفه. زي ما عينك راحت على العيب اللي فيها لازم تلاقي حاجة كويسة قصاده تشيله. عصبية بس قلبها أبيض، نكدية بس دمها خفيف، طلباتها كتير بس مهتمية بيك ومراعية ولادك، بتزعل لأتفه الأسباب بس بتعمل محشي ورق عنب حلو. أي حاجة بقى دي مسؤوليتك أنت. أي عيب تشوفه دور فوراً على ميزة تشيله. الحلوة لازم تشيل الوحش يا صاحبي، والإنسان ما بيتجزأش، بيتشال على بعضه باكج واحدة. وكل سنة وانتم طيبين.